بمناسبة اللي بيحصل في السودان، عندك معلومة إن السادات والقذافي اتفقوا إن هما يضربوا الخرطوم وبعتوا هناك قوات، وده قبل انتصار 73 بسنتين. تبدأ الحكاية في سنة 1991 لما راح مسؤول الدفاع وقتها محمد صادق للسودان، وأول ما شافه السادات قال له القذافي مصمم نخش السودان. وقتها محمد صادق اتخض وقال له ازاي نخش السودان؟ انا عارف ان اللي ماسك السودان جعفر النميري وطيح بيه من جماعات تانية، لكن احنا مش جاهزين نخش السودان. السادات كان قاعد ومهتم وبيسمع محمد صادق اللي كمل كلامه وقال له احنا ما عندناش قوات كفايه ولا معدات نقدر ننفذ بيها عمليه في السودان، وده هيسبب لينا ضرر كبير. السادات رد وقال له بص انا ماليش دعوه يا محمد بالكلام ده، روح لمعمر واتفق معاه واتفاهم معاه وقول لي في الاخر هتعملوا ايه. وفعلا سافر محمد صادق ليبيا، واول ما راح للقذافي وقعد مع رجالته قال له عبد السلام جلود الراجل التاني في ليبيا بقول لك ايه، احنا نبعت قوات من عندكم تنزل الخرطوم وتسيطر على المطار، وبعدين قوه رئيسيه عندكم تروح تسيطر بشكل كامل على السودان، وبعدين نخش ونحرر جعفر النميري ونخلص من كل اللي عملوا فيه كده. محمد صادق اول ما سمع الكلام ده ضحك وقال لهم حاجه محدش يتوقع. لو وصلك الفيديو اعمل لك وشير واكتب في تحت وصلك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل الحكايه محمد صادق في مذكراته في قلب الصراع وبيقول انا لما لقيت عبد السلام جلود والقذافي بيتكلموا بسذاجه ضحكت وقلت للقذافي ورجالته انا عشان اودي قوات للسودان العالم كله هيتقلب، وبعدين مين قال لك ان احنا نحرر النميري؟ ده ممكن يخلصوا عليه قبل ما نوصل. ويقول محمد صادق انا بالعافيه اقنعت القذافي بان التدخل بالشكل ده غلط، وحسيت ان انا هدمت احلامهم لانهم كانوا مرتبين نفسهم نعمل كده. فقال لي القذافي بقول لك ايه، احنا لازم نخلص جعفر النميري باي طريقه ونرجعه تاني يمسك البلد. وفي وسط الاجتماع محمد صادق سكت قدام اصرار القذافي وقال له بص انا عندي خطه تاني، خط الحركه الاساسيين في بريطانيا وعايزين ينضموا زمايلهم في الخرطوم، والفريق اللي في بريطانيا ده لو ما جاش الحركه دي هتقع. فمفيش غير حل واحد، القادة دول هيستخدموا طيارات مدنية هتطير من خط لندن للخرطوم، غالبا عشان يوصلوا الخرطوم هيعدوا على سما بنغازي. وفعلا اتحطت الخطة واتنفذت بالحرف، ولما طيارة القادة دول عدت من سماء بنغازي فجأة اعترضت طيارة ليبية تابعة للقذافي وأمرت الطيار بانها تنزل لانها كانت طياره مقاتله. واول ما نزلت الطياره دي مسك الليبيين بعض القاده السودانيين، لكن محمد صادق رجع القاهره فورا وقال للقذافي انا مش عايز اي حد يقول ان مصر عملت العمليه دي. وفعلا محمد صادق لما رجع القاهره راح فورا لاسوان وامر الكتائب السودانيه اللي في اسوان اللي كانت مواليه لجعفر النميري انها تخش الخرطوم على طول. وفي الوقت ده كان في مظاهرات شعبيه بتعارض اللي ماسكين وقتها البلد. فعلا نجحت الخطه وخرجوا النميري من الحبس ورجع تاني يمسك السلطه. لكن محمد صادق بيقول في مذكراته ان الروس ما اقتنعوش بالكلام ده وقلبوا علينا قلبه كبيره جدا، وقالوا ان طيارات مصريه دخلت السودان وضربت الخرطوم وكمان الاماكن اللي فيها تواجد لقاده الحركه، وكمان حصل اسقاط جوي عشان نحرر النميري. لكن محمد صادق بيقول انا لما قابلت المسؤولين الروس قلت لهم ما فيش ولا اي حاجه من الكلام ده حصل، احنا ما دخلناش اصلا السودان، لكن ما فيش غير مصر واحد بس هو اللي شارك في الضرب، هو العقيد فاروق بشير الملحق العسكري المصري بالسودان، لكن ما فيش اصلا كان معاه قوات مصريه ولا حاجه حصلت من اللي انتوا بتقولوا عليه ده. لكن محمد صادق بيقول ان السادات كان شخص ذكي جدا واقنع الروس ان هو معاهم بشكل قوي عشان يقفوا مع الجيش المصري، لكن في نفس الوقت ما كانش بيحبهم، وكلم النميري وقال له خلص على كل القاده اللي عندك اللي كانوا منحازين للروس. وفعلا القذافي بعت القاده الباقيين اللي مسكهم في الطياره بعتهم للنميري والنميري خلص عليهم كلهم. لكن في روايه تانية بتقول ان مصر فعلا دخلت وضربت الخرطوم عشان تحرر النميري. في نهايه الفيديو هل انت مصدق كلام محمد صادق ان مصر ما عملتش اي عمليه في الخرطوم وان دي كانت عمليه محدوده، ولا مصدق روايه الروس اللي بتقول ان مصر دخلت بقوات وفعلا دخلت الخرطوم؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعمل لكم شير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.